ابراهيم حكيم وحسين العجمي، محمد الشايب، نجيب عباس، محمود العجمي وعقيل السيهاتي وعبد الله العلي وعباس السيهاتي وادواردو وماركو. مدرب الفريق عبد الجليل بوعناني، محمد الصفار اخصائي العلاج، وسامي الفضل اداري الفريق، صاعد مدرب عبد المنعم هلال، ومشرف عام كرة اليد المهندس احمد خليده. تمنياتنا بالتوفيق للفريقين باداء عرض يليق وسمعة الفريقين. اذا هي البدايه قويه من فريق الجيش القطري، اتى بالهدف ومن ثم اتى التعديل من قبل فريق الخليج. 1-1 والدقيقه الثالثه بالتحديد مقطوعه الان، وهناك صافره من حكمي اللقاء. استاذ بغداد 34 عام وستيدان روميو 36. التسديده من 25، التسديده من 25 اللاعب الكرواتي ايفان ديكوفيتش، وهو اخطر لاعبي الجيش القطري، وبالتالي يجب اللعب بطريقه دفاع متقدم على هذا اللاعب. عامل اللياقه مهم، عامل الحضور الذهني مهم في هذا اللقاء. ماركو والخطا، ماركو والخطا وصافرة الحكم الروماني هو واللاعب الكرواتي ايفان، باعتبارهم لاعبين اجنبيين في هذا الفريق. ماركو مطلوب منه جهد كبير اليوم، مطلوب منه جهد كبير اليوم، لفت انتباه للاعب 99 الكسندر كاشرين. ماركو ومحاولة الدخول وصافرة ياسر شاخور، يجب ان يلعب خلف المدافعين حتى يعطي الفرصة لماركو ان يعمل شيء. كرت اصفر ايضا، كرت اصفر على الكسندر كاشرين. الكسندر كاشرين يتلقى البطاقة الصفراء، وبالتالي الدقيقتين قد تبدو قريبة، الدقيقتين قد تبدو قريبة على هذا اللاعب. مهدي سالم، ماركو على السيهاتي ومحاولة الدخول وحائط الصد، حائط الصد البشري في منطقة النص مقفل تماما. ايفان تعود محاولة التسديد ومحاولة اللعب على الدائرة، ولكن مرتد الآن مع مهدي سالم، تصل إلى ماركو والدخول والكرت الأصفر أيضا لإيفان ديكوفيتش. برافو تأتي النتيجة الآن مع الدقيقة 7 بالتحديد. يتعادل الخليج 3-3 للجيش القطري. هنا صدت حسين العجمي وسلامات، هنا صدت حسين العجمي، وقع يعني بشكل غير جيد. ماركو إلى الدائرة والدخول ورمية 7 أهداف. برافو ياسر. متى ما تحرك الدائرة يفتح ثغرات كثير، يريح الباكات، يريح البنميكر، ويخلخل في الدفاع، يعني الدفاع مش عارف يمسك فيه، وهذا المطلوب من الكابتن ياسر، لازم يتحرك بهذا الشيء. حلو ياسر. هل يأتي هدف التعديل؟ تمويهها برافو يا حماد، صدها. هل يتقدم الخليج؟ ممكن. ادواردو، مهدي، ماركو، ادواردو ومحاولة الدخول. هذه كراتك يا ادواردو. وهذا المطلوب الدفاع على المرمى والاختراق ومحاولة المراوغة بشكل سريع. لن يتقدم الخليج بالتحديد في الدقيقة 14 عن طريق هدف كان جميلا للاعب الاسباني ادواردو، لاعب بلد الوليد والذي يلعب في صفوف الخليج في هذه البطولة. قطعت مجددا. هل يأتي فاست بريك سريع؟ ممكن فاست بريك سريع ونجيب عباس. برافو يا نجيب، هذا اللاعب الناشئ الواعد القادم بقوة. برافو. وقت مستقطع. هذا اللي قلنا فيه يا كابتن، قلنا لازم يصير الدفاع قوي، والفاستر بريك هو الحل الوحيد مع هذه الاجسام الكبيره. يعني فرصه الجيش القطري لا يعود بسرعه، بالتالي اوزان يجب على الخليج ان يلعب على هذا رغم التاخير، ولكن كره ماركو اتت في الوقت المناسب الفاستر بريك، وهذا المطلوب من اللاعبين الخليج، السلاح اللي يستخدمونه في هذه المباراه. اذا هذه هي الاعاده الجميله لهدف هذا اللاعب الواعد
السندر ومحاولة التسديد. اوه يسدد 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 هذا اللاعب دوسكو سيلكيا، يعني لاعب لا يقابل بشكل صحيح الى الامام. سوف يسجل. شوف تسديدته قويه، وبالتالي هو لا يلام فيها الحارس ابدا، باعتبار انه لا دفاع على هذا اللاعب. ياسر شاخور يجب ان يلعب خلف المدافعين حتى يعطي فرصه للباكين للعمل بشكل جيد مع هذا اللاعب. تصل مجددا الى علي السيهاتي، يبدع من خلال الجناح رغم انه يلعب في الباك الشمال، الا انه شوف السحب ايضا، شوف السحب ايضا اللي ما اخذ باله حكم اللقاء، وبالتالي لو خذ باله حكم اللقاء راح يكون فيها دقيقتين. ايضا تصل الى دوسكو، تقطع علي السيهاتي، ياتي بالهدف، ممكن ياتي لا كان بالامكان ان يمرر الى ادواردو، ولكن معليش نعوضها كان بالامكان ان يمرر الى ادواردو فاضي واريح له هدف يعني من نص الملعب، غير لما يكون الهدف من الجناح واللاعب مسكر معاك والحارس متمكن. كل هذه الامور صعب مهمة، كان الافضل يلعب الباص السهل المريح. هذه الاعاده امامك عزيزي المشاهد. اذا اعزائي المشاهدين 7-7 بالتحديد في الدقيقه 19، كرات ما لها داعي ابدا تضيع. فاست بريك، يعني سنندم على هذه الكرات التي تاتي بشكل مريح ونحن نضيع. مهدي يحاول، والتصدي من حماده النقيب يلعب دور كبير في ترجيح كفه الجيش القطري. حراسه المرمى لها الدور الاكبر. حاول التسديد ثمانية، والتصدي ياتي دوسكو. إذا نذكر أعزائي المشاهدين بنتائج هذا اليوم، وهو اليوم الرابع في الدورة الآسيوية 14 أبطال الأندية. فولاذ الإيراني والأهلي الإماراتي، الأهلي الإماراتي يتقدم 26-25، والشباب الكويتي يكسب نفط العراق بنتيجة 30-27 و21 مقابل 16 لذوبهان على الصداقة اللبناني، و27 مقابل 19 لفريق المظر يكسب الفحيحي الكويتي. وهي اللقاء الخامس في هذا اليوم. يا ترى من سيكسب ويحتل المركز الأول في هذه المجموعة؟ كل شيء وارد. الخليج ممكن يكسب، والجيش القطري ايضا ممكن يكسب. عباس السيهاتي، عقيل السيهاتي الذي نزل بديلا، قطعت منه الكره من خلال حسن مبروك، وما فيها رميه 7 أمتار. هو الدفاع من خارج، وبالتالي يعني هي صافره اتت من حكم هذا اللقاء الروماني، ولكن دعونا نشاهد من خلال العرض البطيء. فاول عادي، يعني هو فاول طبيعي من الخلف، ثم يعني وقت لم يكن يسدد باتجاه كان في حالة الجري يعني. إذا 88 بلال، ويأتي بالهدف التاسع، بلال مبروك. يجب أن نلعب على الوقت ونأتي بهدف آخر، أو على أقل تقدير نخرج من هذا الشوط متقدمين بفارق هدف. فريق الجيش القطري أبدا فريق لا يستهان به أبدا، فريق يملك من اللاعبين ومن الخبرات الشيء الكثير. يعني فريق الخليج يمثل لأنه يلعب أمام منتخب وليس فريق أبدا على الإطلاق. مهدي سالم، ماركو، عباس السيهاتي، قطعت، لا يمكن أبدا، ولكن محمود يتأهب ويصد، ولكن مع مين؟ خلاص ضاعت من بلال، وجاء حسن كملها. إذا سيداتي وسادتي، استمتعنا معكم أعزائي المشاهدين بهذه العادة، بشوط كان من العيار الثقيل، بشوط جميل جدا، بشوط كان رائعا تقدم فيه الجيش القطري، ثم تعادل الخليج، ثم بدأت الكفة تميل تارة إلى الخليج وتارة إلى الجيش القطري، حتى انتهى الشوط الأول متعادلا 12-12. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أعزائي الرياضيين، أينما كنتم متابعي لاين سبورت ومتابعي القناة السعودية الرياضية الثانية، نحييكم مجددا ومع مجريات الشوط الثاني الذي انتهى شوطه الأول
بنتيجة 12 هدف مقابل 12 هدف بين الجيش القطري وبين الخليج السعودي. ادواردو يحاول الدخول وتردد ومحاولة الاختراق من مهدي سالم، تصل إلى ماركو وادواردو يسدد، تصل مجددا إلى مهدي سالم، والمتابعة تأتي من حماد النقيب وتضيع هجمة كانت للخليج. الدخول الآن إيفان ديكوفيتش ولمانيا دوسكو يلعبون الآن بنفس تشكيلة بداية الشوط الأول، باستثناء حسن مبروك اللي دخل مكان ألكسندر. تصدي من محمود العجمي، برافو عليك يا محمود. التصدي أتى من محمود العجمي الذي لا يقل مستوى وأداء عن عبد الله العلي في هذه المباراة حتى الآن. ماركو محاولة الدخول إلى الدائرة، مهدي سالم، وهناك صافرة وقرار يأتي الإيقاف يأتي على اللاعب رقم 7 محمود عثمان. واضح من خلال الإعادة، واضح الحجز والدفع لمهدي سالم. لو كان مهدي سالم لف جسمه بقوة باتجاه المرمى كان بالإمكان أن يحصل على رمية 7 أمتار. اكتمل الآن الجيش، ما استفدنا أبدا من النقص العددي، احنا أتينا بهدف وهم أتوا بهدف، وبالتالي النتيجة تبقى متعادلة. ادواردو، محمد الشايب والهدف، محمد الشايب والهدف. يأتي أول دخول لهذا اللاعب الذي أبدل منذ ال5 دقائق الأولى من الشوط الأول، يدخل الآن بنفسية جميلة، يأتي بهدف على مين؟ على كبير الحراس حماد النقيب. 14 الخليج، الجيش القطري 13. دفاع متقدم ومحاولة الدخول، ولكن ماركو أيضا يتصدى للاعب دوسكو سيلكا، وهناك اعتذار. دوسكو سيلكا يحاول التسديد والدخول ورمية 7 أمتار مستحقة أيضا. إذا بلاش من تضييع رميات ال7 أمتار، مكان جميل ورمية 7 أمتار لأن الدفاع من داخل ال7. ماركو يتصدى لرمية 7 أمتار ويأتي بهدف التقدم في الدقيقة السادسة. يجب أن نبعد شوية، يجب أن نفرق ب3-4 أهداف حتى نلعب بشكل مريح. هدف واحد، هدفين، 3 أهداف لا يمكن أبدا. إيفان اللاعب الكرواتي، حسن بلال ودوسكو، والدفاع المتقدم إلى حسن، عدت على العجمي. يحتاج هذا الوقت، أنا في وجهة نظري يحتاج إلى عبد الله العلي. إذا الدقيقة 7 أعزائي المشاهدين، تبقى النتيجة على ما هي عليه، 15 الخليج 15 الجيش القطري في أقوى مباراة البطولة الآسيوية 14 والتي يستضيفها نادي الخليج من دمام. على الدائرة تصل محمد الشايب، يأتي بالهدف. كرة جميلة كانت من مهدي سالم وتقاطع جميل من محمد الشايب. هذا المطلوب، لازم تفاجئ المهاجمين بأي حركة قاطعة وتحرك بدون كرة لعل وعسى تفتح ثغرة لزملائك اللاعبين للتمرير. هذه الإعادة، وهذا فعلا المكان الجميل اللي استطاع محمد الشايب أن يقطع على خط ال6 متر ويستلم له كرة جميلة كانت من مهدي سالم. التسديدة ومحاولة اللعب على الدائرة، ولكن هناك اللاعب إيفان، ذكاء من هذا اللاعب. قطعت ولكن تعود مجددا لصافرة من خطأ محتسب، والعجمي يتأهب ويصد. برافو يا محمود، تعود مجددا. ماركو، نحتاج هدف ثاني يعزز التقدم قليلا، ونحن نمضي في الدقيقة 9 بالتحديد. ومحاولة الاختراق ومحمد الشايب، والتصدي من النقيب، هذه المرة من النقيب. طالت عادت مرة ثانية. عباس خلصها في المرمى، يا عباس حطها في المرمى، برافو يا عباس عوضها. عوض محمد الشايب، وبالتالي وصلنا لفارق هدفين مع نظرة غير
راضية من قبل المدرب أكرم جانيتش. الخليج يتقدم، الكسندر زج به المدرب الآن، الكسندر الآن زج به أكرم جانيتش للعب الآن لعمل دور ويأتي بالهدف. يأتي حسن مبروك عواضة بالهدف السادس عشر، ونعود لفارق الهدف. مضايقته يعني أكثر من هدف. حسن مبروك يأتي ويشوت ولا حد أي لاعب يضايقه، يعني صعب على الحراس. يجب أن يقابل، يجب أن يقابل من خط ال9 متر، ولا يجب أن ينتظر عليه على الإطلاق. لاعب قوة جسمانية كبيرة، وبالتالي قادر أن يسدد بشكل مريح باتجاه المرمى. مهدي سالم يحاول الدخول، وبرافو يا مهدي، أول دخول بكرة كانت جميلة من مهدي سالم، واختراق ومباغتة الحارس حمادة نجيب. مباراة جميلة، مباراة تعد من أقوى مباراة البطولة حتى الآن، عطفا على الأداء وعطفا على نتيجة اللقاء حتى الآن. 18-18، مهدي سالم يحاول الاختراق والدخول، إدواردو يحاول، تصل مجددا إلى عباس السيهاتي، يحاول الدخول وخطأ محتسب. طبعا الخليج يحاول أن يقتل الوقت شوية، باعتبار أن ماركو دخول رائع من إدواردو، دخول رائع من إدواردو وهدف. الجناحين يجب أن يعملون تمريرة غير موفقة أبدا على الإطلاق، تعود مرتدة وحسن والتصدي يأتي. برافو يا محمود، برافو يا محمود، نجم يا محمود. قايل لكم مستواه لا يقل تماما عن مستوى عبد الله العلي، وبالتالي هو يؤدي بشكل جميل ويوقف أيضا الجماهير. كل الكرات فعلا كانت جميلة تصدى لها محمود العجمي. مهدي سالم، هذه الهجمة أعتقد أنها راح تكون مفصلية، إذا ما أتينا بالهدف الرابع في هذا الوقت بالتحديد سوف تكون مباراة مفصلية. مهدي سالم، ولا لا 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 لا، رمية 7 أمتار وإصابة لمهدي سالم. حنشوفها بالبطيء، حنشوفها بالبطيء، حنشوفها بالبطيء، ما يفوت شيء أبدا على مخرجنا في هذا اللقاء. هذا مهدي سالم، وهذا الدخول، وهذا ايد اللاعب، وهذه ايد اللاعب طبعا غير متعمده. حمادة النقيب، ماركو تعود مجددا ويكمل، يكمل. حكم يقول العب الكرة من مكانها. 11 كمال الدين معلاش يحاول الاختراق والدخول ويأتي بالهدف. هناك ثغرة بين مهدي سالم وأيضا بين اللاعب ماركو. أتى اللاعب بهدف 20 ماركو، ومحاولة التسديد والنقيب يتصدى، غير موفقة من ماركو في هذا الوقت بالتحديد. 23-20، هل يعود الجيش القطري؟ توصل إلى الدائرة وإلى يعني أعطي راحة تماما من خلال التسديد، ولكن إلى الأوت ورمية 7 أمتار. خلنا نشوفها بالإعادة، خلنا نشوفها من خلال الإعادة. يعني وصلت فعلا، هو إدواردو فعلا، إدواردو دفاعه من داخل ال6 متر. عبد الله العلي وكمال الدين معلاش والتصدي. برافو يا عبد الله، برافو يا عبد الله. في هذا الوقت بالتحديد، في هذا الوقت بالتحديد يتصدى عبد الله العلي برمية 7 أمتار. كان الخليج بحاجة ماسة لها من خلال صدة عبد الله العلي. برافو يا عبد الله. مهدي سالم، يجب أن نأتي بهذا الهدف لنحافظ على فارق ال4 أهداف. إدواردو، مهدي سالم، ماركو، عباس السيهاتي يجب أن يأخذ دوره في الجناح. محاولة الدخول من مهدي سالم والكسندر واقف بالمصاد. إذا ضاعت على مهدي سالم ورجعنا مع فارق ال3 أهداف. يعني يجب أن نحافظ، يجب أن ندافع ب4 خطوات، ولكن هناك صافرة تأتي من الحكم الروماني، صافرة أتت من الحكم الروماني. دقيقة 26 وهدف يأتي من حسن مبروك عواضة. قلص الفارق إلى فارق هدفين وسلامات. سلامات.
الاحتكاك غير مقصود، يجب أن يكون هناك الروح الرياضية موجودة تماما. حتى مهدي السالم يتأسف منه، ولكن لا يتقبل. اعتذار من مهدي سالم وعدم قبول من حسن مبروك. لاعبين حتى الآن لم يدخلا الملعب نتيجة إصابة احتكاكهم مع حسن مبروك. إذا النتيجة سيداتي وسادتي 24 الخليج 22 الجيش القطري. يجب أن نحافظ على فارق الهدفين، يجب أن لا نتسرع في خسارة الكثير من الكرات. عباس السيهاتي، مهدي سالم، ومحاولة الدخول ماركو، والنقيب يتصدى. ماركو يجب أن لا تضيع مثل هذه الكرات أبدا. محاولة اللعب على الدائرة وهدف، محاولة اللعب على الدائرة والهدف يأتي من محمود عثمان. إذن نلعب مع النقص العددي الآن يصب لمصلحة الخليج السعودي. يجب أن لا تنهى هذه الهجمة إلا داخل المرمى. شوف فانيلة اللاعب، شوف فانيلة اللاعب عزيزي المشاهد، الهجمة اللي قبل أبدا تيشيرت اللاعب ممزق تماما، وبالتالي يجب أن نحصل على هذا الهدف. مهدي سالم، إدواردو، ومحاولة الدخول إلى الجناح، محمد الشايب، وما فيها شيء يقول، ما فيها شيء يقول حكم اللقاء. تعود مجددا، هل يأتي بالتعادل؟ العارضة تصد وصافرة تأتي من الحكم الروماني. 24-23 من أقوى اللقاءات في هذه البطولة بين الخليج السعودي والجيش القطري من أجل تصدر هذه المجموعة الثانية. مهدي سالم، مهدي سالم أوقف القلوب، مهدي سالم أوقف القلوب بهذا الهدف. 25 الخليج 23 الجيش القطري. يجب أن نحافظ، خلاص دقيقة 29 دقيقة متبقية، دقيقة وفرق هدفين، النتيجة طيبة جدا. الآن دقيقة واحدة، برافو عليك، برافو يا مهدي، برافو يا مهدي. هذا المطلوب، هذا المطلوب، المحافظة على الكرة لأطول وقت ممكن، ومن ثم التسديد في المرمى 100%. أيضا مع النقص العددي للجيش القطري، انظروا إلى هذه الجماهير فعلا الذواقة والمتعطشة إلى الكسب، إلى نتيجة هذا اللقاء الذي يجعلنا إن شاء الله في صدارة المجموعة. بالتأكيد حق مشروع وهدف ولا أروع. وين كل قوة طلعت في هذه الكرة، بين رجلين، يعني بلغة كوبري. هدف جميل أتى من مهدي سالم على مين؟ على حماد النقيب. الهدف 25 مما يوسع الفارق إلى فارق هدفين. يجب أن نحافظ على الهدوء. دقيقة متبقية، يعني لو ضاعت هذه الهجمة راح أقول مبروك، لو ضاعت على الجيش القطري، ولكن ضاعت. خلاص نهدأ تماما. أمامنا 45 دقيقة معانا الكرة بفارق هدفين إن شاء الله، مع وجود الخبرة مالكم. أمامنا نص دقيقة. هل تسعف شباب أستاذ منصور هذه المباراة انكسبنا إن شاء الله سوف تسجل للتاريخ، وإن شاء الله تعطينا دافع كبير لتحقيق النتيجة في البطولة إن شاء الله. بمشيئة الله إن شاء الله تقطع، ولكن يحافظ عليها أيضا عباس السيهاتي. واقتربنا من 20 ثانية، اقتربنا من 20 ثانية. إدواردو يحاول باصة طويلة تصل إلى عباس، والدخول، والنقيب يتصدى. تعود مجددا، ولكن لا وقت يكفي للجيش. وإدواردو يعمق فعلا هذه الكرة التي أضاعها الجيش القطري. وبهذا سيداتي وسادتي ينتهي هذا اللقاء الرائع الذي فعلا أجاد به الخلفاويون لعبا ونتيجة وأداء استحق به الخليج أن يكسب هذا اللقاء